أنا عارف الإحساس كويس، تبقى الساعة 3:00 الفجر وأنت لسه ماسك الموبايل عمّال تقلِّب في الفيديوهات، وعقلك بيقول لك نام عشان هتتأخر بكرة، بس أنت مش قادر، وتصحى الصبح نُص صاحي نُص نايم ويومك كله ضايع. بس تعالَ أقول لك، مشكلتك مش في النوم، مشكلتك في الروتين اللي قبل النوم. أول خطوة حدد وقت نوم ثابت. جسمك بيحب الروتين، لو اتعود ينام كل يوم الساعة 11 هيبدأ يدوخك لو اتأخرت. بس أنت لازم تبدأ حتى لو صعب في الأول. حط ميعاد واضح وقول لنفسك الساعة 10 خلاص الدنيا هادية، الموبايل يتقفل والنور يخف. تاني خطوة اقفل الموبايل بدري. الموبايل بيضحك علينا، نقول هشوف فيديو واحد نلاقي نفسنا 3 الصبح. النور الأزرق بيبوظ الميلاتونين، الهرمون النوم. حط قاعدة بعد الساعة 9 مفيش موبايل جنب السرير، خليه بره الأوضة حتى. تالت خطوة اعمل روتين هادي. بدل ما تنام فجأة ريح دماغك شوية، اسمع قرآن، اقرأ صفحتين، خد شاور دافي، اشرب كوباية نعناع. خليك هادي، خلي جسمك يحس بالأمان ويبدأ يهدى. رابع خطوة يومك بيبدأ من الليلة اللي قبله. لو نمت بدري هتصحى بدري، بس لو نمت متأخر هتصحى مدجبر. الموضوع مش إنك تصحى الساعة 5، الموضوع إنك تاخد كفايتك وتصحى مرتاح. خامس خطوة خلي عندك سبب تصحى عشانه. لو يومك فاضي أكيد هتقول أنا هصحى ليه، بس لما يبقى عندك هدف بسيط حتى لو فطار تحبه أو رياضة خفيفة أو وقت هادي مع نفسك هتبقى متحمس. سادس خطوة التكرار بيخلق عادة. أول يوم صعب، تاني يوم متعب، بس تالت يوم جسمك يبدأ يفهم، وبعد أسبوع هتنام بدري لوحدك وهتصحى حتى من غير منبه. وفي الآخر خليك فاكر مش لازم تكون بيرفكت. هتتأخر في النوم أوقات وهتصحى تعبان أوقات، بس طول ما أنت بتحاول أنت كده ناجح. وابدأ حتى لو فشلت قبل كده، كل مرة تحاول بتقرب. النوم بدري مش رفاهية، ده هدية لنفسك. لو عاوز تكسب يومك ابدأ من نومك. وبس كده، كان معاكم عمر، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعملي سبسكرايب أو فولو، وسلام.